من اكتر الاسئله اللي بتسالها هي ترشيح لمراكز صيانه لانواع عربيات مختلفه، وبصراحه 95% من المرات ما بيبقاش عندي اجابه، لان انا للاسف ما عنديش خبره كبيره في موضوع مراكز الصيانه والميكانيكيه، واغلب الناس اللي اعرفهم للاسف ما اقدرش ارشحهم لان شغلهم دايما مش بنفس الجوده ومش بنفس الكواليتي حتى معايا انا شخصيا. ودي مشكله كل الميكانيكيه ومراكز الصيانه في مصر، حتى التوكيلات، لان الموضوع بيبقى بنسبه كبيره في ايد الفني اللي شغال، فلو انت مش فاهم واقف فوق دماغه مش هيعمل لك الشغل مظبوط زي ما انت عايز. الا بعض الناس المتخصصين في حاجات معينه انا بقدر ارشحهم، في الشكمانات وفي التكييف، لان انا عارف فيهم ناس كويسه واقدر اضمنهم. غير كده كلها هتبقى مراكز صيانه سريعه وما فيهاش فكره، ده غير لما يبقى عندك عيب خبيث ومحتاج حد شاطر وامين يحلهولك، وده للاسف بيبقى صعب شويه، وبيحتاج كمان ان انت تكون فاهم في العربيات وفاهم في عربيتك تحديدا عشان ما يضحكش عليك. فعشان كده مش هقدر ارشح ناس بعينها الا في حاله الشكمانات، وده برشح فيه بكل ثقه مركز الهندسيه للشكمانات في جسر السويس. وفي مشاكل التكييف خصوصا في العربيات الالماني ومشاكل فك وتركيب التابلو، ده دايما برشح فيه مركز اوتوماكس في فيصل، وليهم فرع تاني في الرحاب، وكمان فرع الرحاب فيه ميكانيكا لعربيات بيجو ودي اس وستروين. ولو صيانه دوريه وتغيير زيوت وفلاتر، انا شخصيا يا بعملها في التوكيل يا في مركز ان اوتو اكسبريس يا عند فيت اند فيكس، وبصراحه الناس دي محترمه، دي ناس انا جربتها واضمنها، خصوصا لما يبقى عندك مشكله في التكييف او في الشكمان.